بتبتدي حلقتنا مع الدعسوقة اللي كانت بتفتكر إنها سلمت ميراكلس الكلب لفيليكس اللي خدعها وخلاها تفتكر إنه أدريان، ودلوقتي بقت مع مونارك ولازم ترجعها. وبيجيلها جراند ماستر وبيقول لها انتي فشلتي إنك تكوني حارس للميراكلس، وممكن مونارك يتحكم بالزمن ويخرب الدنيا. لكن القط الأسود بيقول له ما تقلقش، احنا استعدنا ميراكلس الأرنب مرة تانية. والدعسوقة بتقول له ساعدنا يا جراند ماستر بدل ما تلوم علينا، وهنقدر نرجع كل الميراكلس من مونارك. وبيعتذر لها جراند ماستر إنه انشغل في التكنولوجيا وفضل قاعد على الموبايل وقت كتير جدا. وبيتحرك وبيقول لها أنا هروح المعبد أجيب حد يساعدنا، وبيفضل يتنطط زي القرد. وبتتحرك الدعسوقة والقط الأسود عشان يدوروا على فيليكس، وبنعرف إن فيليكس يبقى ابن إيميلي خالة أدريان اللي بيسألوها عليه، لكنها بتقول لهم إنها بتتصل عليه كتير جدا وما بيردش وما تعرفش عنه حاجة. وما بيكونش قدام الدعسوقة والقط الأسود غير إنهم يقعدوا يستنوا لحد ما يظهر مونارك أو فيليكس. وبتروح مارينيت للبيت وبتبقى زعلانة جدا وبتفضل تفتكر في الكوامز لما كانوا معاها، وبتتصل على إيلي عشان تروح تبات معاها، وبتجيلها فعلا وبتواسيها. لكن مارينيت بتقول لها أنا غلطت إني فكرت في الحب ونسيت مسؤوليتي في حماية الميراكلز، وأنا مش هتكلم مع أدريان تاني وهبعد عنه بكل ما أقدر. أما أدريان بيفتكر فيليكس ابن خالته لما قال له إنه هينتحل شخصيته عشان يقف قدام باباه ويقول له إنه مش عايز يبقى عارض أزياء تاني، وبيغضب من نفسه إنه بسبب ضعف شخصيته قدام باباه قدر فيليكس يضحك عليه وياخد ميراكلوس الكلب. وبيقرر يروح لباباه ويقول له إنه مش عايز يبقى عارض أزياء تاني، لكن بنتفاجئ إن باباه بيوافق بكل هدوء. فبيفرح إدريان جدا وبيجري عشان يكلم مارينيت ويبلغها، لكنها ما بترضاش ترد عليه. وبترد إيليا وبتقول له إنها خرجت، فبيقول لها بلغيها لما ترجع إني قلت لبابا إني مش عايز أكون عارض أزياء تاني. فبتفرح مارينيت جدا وبتاخد التليفون زي الهبلة وبترد عليه، وبيشكرها إنها دايما واقفة جنبه. وبعد ما بيقفل معاها بيسرح فيها وبيقول له فلاج أنت كده وقعت في الحب يا برنس. فبيقول له أدريان لا أبدا، دي زميلتي وبعزها، لكن حبي لدعسوقتي. وبنشوف أبو إليكس اللي بيروح لفصل بنته وبيبلغهم إنها في رحلة مع الدعسوقة وبقت بطلة خارقة واسمها بانكس، وكل أصحابها بيفرحوا لها جدا وبيهتفوا للدعسوقة، وبيبلغهم إنهم هم كمان لازم يجهزوا نفسهم عشان يساعدوا الدعسوقة والقط الأسود في القضاء على مونارك. وبتمر الأيام والدعسوقة والقط الأسود بيدوروا على فيليكس، ومفيش أي خطر بيظهر لدرجة الدعسوقة والقط الأسود بيقعدوا يلعبوا كوتشينة مع بعض، أبطال خارقين وفاضيين بقى. وأدريان ومارينيت بيعيشوا أيامهم طبيعي جدا، من البيت للمدرسة من المدرسة للبيت، لحد ما بتظهر إيكاري دونز وبتهجم عليهم وبتدمر المباني اللي في طريقها، وبتجري إيليا ومارينيت عشان تتحول للدعسوقة. وأدريان بيتحول هو كمان للقط الأسود وبيروح عشان يشوف المجنونة دي جاية تدمر باريس ليه. وبيتصدى القط الأسود لضربتها وبترمي الدعسوقة اليويو على السيف اللي معاه وبتطير عليها، لكنها بتهشها زي الدبان. وبيجري القط الأسود عشان يطمن على الدعسوقة، وبتجري إيكاري دوزن وبتدمر في مباني باريس. والدعسوقة والقط الأسود بيفضلوا يجروا وراه، وبيستخدم القط الأسود القططية وبيحاول يوصل للسيف، لكنها سريعة جدا وبترمي عليها الدعسوقة اليويو مرة تانية وبتحاول تشد منها السيف. لكن إيكاري دوزن بتستخدم قوة ميراكولوس الفار اللي هي التعدد، وبتستنسخ من نفسها نسخ كتير جدا، وبينتشروا في باريس كلها وبيدمروا في المباني اللي في وشهم. وبتهجم على الدعسوقة والقط الأسود وبيجروا منها وبيهربوا في المتحف. وبتستخدم الدعسوقة تعويذة الحظ اللي بتنزل لها سنارة، وبتشوف الخطة وبتدي السنارة للقط الأسود وبتقول له على الخطة، وبتطلع هي تواجه إيكاري دوزن وبتخليهم يجروا وراها لحد ما بتوصل للمكتبة اللي بيكون مستني فيها القط الأسود. وبتهجم إيكاري دوزن على الدعسوقة بالسيف، وفي آخر لحظة بتتحرك الدعسوقة بسرعة وبيدخل السيف في المكتبة وبيوقع عليه القط الأسود عمود كبير كان مربوط بالسنارة، وبيحجز السيف جواه، وبيستخدم القططية وبيدمر السيف. وبتخرج الأكومة وبتزيل الدعسوقة منها الشر، وبترجع كل حاجة لطبيعتها، وبتفرح الدعسوقة والقط الأسود بانتصارهم مع بعض. وبتوصل شريكة غابريال وبتسألها الدعسوقة عن الميراكلوس وإن أكيد مونارك سيطر عليها بالميراكلوس، لكنها بتقول لهم إن هي ما معهاش حاجة. وبتستغرب الدعسوقة إزاي قدر مونارك يسيطر عليها وتستخدم ميراكلوس الفار، لكنها بتتحرك بسرعة عشان وقت النقاط قرب يخلص. وبتتحرك شريكة غابريال وبتكلمه في الخاتم وبتقول له واضح إن الخطة نجحت. وبنشوف غابريال اللي طور خاتم وسماه ألاينس، ودي تكنولوجيا جديدة بتقدر تقدم لك كل المعلومات اللي انت عايزها، وكمان تقدر تحذرك من الخطر لو قريب منك.
وبيقدر كمان يقولك على مكان ممكن تستخبى فيه، وبيقدمه للناس في مؤتمر كبير جدا. وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا أحلى الحلوين. وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان اللي جاي أحلى بكتير. ولو ليكم في الأفلام عربي وأجنبي ومسلسلات تقدروا تتابعونا على قناة قنبلة أفلام. سلام.